يمكن في القناة هنا احنا اتكلمنا عن بعض الشخصيات المجرمة من سفاحين وغيرهم، والسفاحين حتى اللي اتكلمنا عنهم تقريبا كان بيكون عدد ضحايا كل واحد منهم ممكن يتعدى على صوابع الإيد، ومع ذلك طبعا كنا بنشوف انهم شخصيات سيئة وبشعة، والأكيد انهم لازم يتعاقبوا طبعا. وعشان نكون واضحين برضو احنا مش بنقلل ابدا من الجريمة البشعة اللي هم عملوها، لكن عايزاك تقارن بقى بين السفاحين اللي اتكلمنا عنهم دول وعن حد زي بشار الاسد، او بلاش بشار الاسد، انا عايزاك تقارن بين السفاحين اللي اتكلمنا عنهم قبل كده واللي المفروض طبعا انهم اسوأ فئة في المجتمع ويمكن في التاريخ كله، وبين عيلة بشار الاسد كاملة. دول بقى بسم الله ما شاء الله عليهم عيلة جمعت كل الذنوب اللي ممكن تشوف حد عملها في الدنيا، ومش كده وبس، دول كانوا بيعملوا اي حاجة عشان يتمسكوا بالحكم مش اكتر. متخيلين حد بيعمل ابشع الجرائم اللي ممكن عقلك ما يستوعبهاش اصلا بس عشان يحافظ على حكم دولة كل اللي فيها رافضين وجودهم؟ وده غير كمان انهم كانوا بيتصارعوا على الحكم. يعني تخيل في فترة من الفترات حافظ الأسد اللي هو أبو بشار الأسد، في حالة إنك ما تعرفوش، بعد ما مسك الحكم بكام سنة جات له أزمة قلبية وبسببها فضل تعبان فترة، وفي أثناء مرضه أخوه حاول يعمل انقلاب عليه عشان ياخد الحكم منه. انتوا متخيلين إنهم عيلة في بعض وبيعملوا كده؟ ما بالك بقى هيعملوا إيه في شعبهم؟ لكن بصراحة عائلة الأسد دي مش موضوعنا النهاردة، لأن الكل قادر إنه يعرف البلاوي اللي هم عملوها من مصادر كتير جدا، بس إحنا في فيديو النهاردة هنتكلم عن الكارثة الأكبر بتاعتهم واللي إلى الآن عمال يطلع عنها أخبار جديدة، وهي سجن صدنايا. وللعلم سجن صدنايا مش هو السجن الوحيد من سجون بشار وعيلته، لكنه واحد من أهم وأكبر وأبشع السجون بتاعتهم، واللي تقريبا الإحصائيات بتقول إن من أول أحداث سنة 2011 الخاصة بالربيع العربي ولحد سقوط نظام بشار الأسد في تقريبا في حدود 160 ألف معتقل. والله أعلم ده الرقم الصحيح ولا لأ، لأن ممكن يكون بسهولة الرقم ضعف ده ولسه محدش يعرف، والأكيد إن احنا هنعرف الرقم الحقيقي مع مرور الوقت. المهم إن عدد المعتقلين في السجن ده ما كانوش بس من الرجال، ده كان من ضمنهم عدد كبير من السيدات، ومن ضمنهم كمان أطفال واللي عددهم مش قليل، وفي كمان في حدود 15 ألف شخص ماتوا تحت إيدين رجالة بشار في السجون بسبب التعذيب. انتوا متخيلين يعني إيه 15 ألف شخص اتقتلوا ومحدش يعرف عنهم حاجة؟ يعني حرفيا في مذابح بتحصل جوه. وده بقى غير كمان الناس اللي كانت موجودة من قبل أحداث 2011، لدرجة إن بعد الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة والإطاحة بحكم عيلة الأسد، في ناس لما طلعت من السجن ما كانوش متخيلين إن في ثورة ممكن تحصل، وكانوا متخيلين إن اللي عمل كده وكان السبب في خروجهم من السجن هو الجيش المصري أو حتى صدام حسين. وأكيد كلنا عارفين، وللي ما يعرفش فصدام حسين مات في 2006، معنى كده إن الناس دول معتقلين في السجن من قبل سنة 2006 بفترة كبيرة، عشان آخر حاجة شافوها قبل دخولهم للسجن هو صدام حسين البطل اللي بيتحدى الغرب. وحقيقي لو قعدنا نتكلم عن السجون دي فعلا مش هنقدر نوصف بشاعة الموقف، ولكن النهاردة هنتكلم عن جزء بسيط جدا من الجرائم اللي كانت بتحصل جوه سجون الأسد بشكل خاص، سجن صدنايا وسجون النظام ده بشكل عام. وعشان تعرف الوضع كان سيء قد ايه في سجن صدنايا، فحب اقولك ان بين سبتمبر 2011 وديسمبر 2015 مات تقريبا متوسط 10,000 شخص بسبب الاعدامات اللي كانت بتحصل، وتقريبا كل اسبوع كان بيتعدم بين 20 و50 شخص. طب اكيد بقى الناس اللي بيتعدموا دول مجرمين وفي الاول اتحاكموا وكده، مش كده ولا ايه؟ في الحقيقة وللأسف لا، لأن الشخص كان بيتعمل له محاكمة في حدود من دقيقتين ل3 عشان بس يريحوا ضميرهم ويقولوا اهو احنا عملنا محاكمة، وبعد المحاكمة العادلة جدا دي بياخدوا المتهم بيضربوه بشدة وبعدها بيتم إعدامه. لكن حتى انت لو نجيت من تحت ايد الشياطين دول وما تمش إعدامك فانت هتعيش في كوابيس حرفيا كل يوم لحد ما تموت. وتقريبا كانوا معظم الأيام في السجن بيكون محطوط لهم حاجة على عينيهم عشان يكونوا مش شايفين، أو حتى لو عينيهم مش متغمية فبيكونوا في مكان ضلمة جدا. ده غير كمان ان الزنزانات كانت بتبقى ضيقة جدا جدا، يعني حسب صحيفة ديلي ميل فكان في سيدة اسمها مريم خلف، ودي كانت واحدة من اللي بتساعد القوات المتمردة على نظام الأسد وبتمدهم بالإمدادات الطبية. المهم إن مريم اتسجنت وبتقول إن تم حبسها مع 6 سيدات تانيين في زنزانة حجمها 3 أقدام مربعة، ولو عايز تحاول تتخيل حجم الزنزانة دي فالمتر المربع تقريبا فيه 10 أقدام، يعني دي تقريبا تلت متر مربع. قادرين تتخيلوا حجم الزنزانة مع وجود 7 سيدات؟ وده حاجة من ضمن العذاب اللي كانوا بيتعرضوا له. فإذا كنت مع ناس أو حتى في سجن انفرادي فمعظم الوقت الزنزانات
كانت بتبقى ضلمة وضيقة جدا، والحركة فيها تكاد تكون مستحيلة، وده جزء بسيط جدا من التعذيب بحيث ان السجين يكون مش قادر يتحرك ولا يمين ولا شمال ولا يسند على حاجة، مجرد انه واقف مش بيتحرك. المهم ان كمان حسب اقوال مريم خلف انهم كانوا بيبقوا سامعين اصوات تعذيب باقي السجناء اللي في نفس السجن، والتعذيب ده ما كانش بيخص الرجال بس، لكن هم كمان كسيدات ما كانوش بينجوا من العذاب ده، يعني هم كمان كان بيتم تعذيبهم وضربهم، ومش كده وبس، ده كان بيتم اغتصابهم كمان من ناس في رتب اعلى جوه وبره السجن. وبعد ما خلاص الموضوع يخلص، واللي بالمناسبة كان حسب كلامها برضو بيحصل في أوض نوم متزينة من كل مكان بصور بشار الأسد، بعد ما المصيبة دي بتحصل بتترمي الست دي تاني في الزنزانة بتاعتها، وده طبعا غير الأطفال مجهولي النسب اللي بيتولدوا بسبب الموضوع ده، وغير المصايب التانية اللي كانت بتحصل، زي مثلا إنها كانت بتقول إن أحيانا كان يبقى في مسجون جعان بشدة لدرجة إنه لما يطلب الأكل فالحراس في السجن كانوا بيدوله براز. انتوا متخيلين مدى الشيطانية اللي هم فيها ومدى الأذى النفسي اللي الناس دي تعرضت له؟ وكمان المساجين بقوا عارفين يميزوا بين صوت الناس اللي بتتكهرب واللي بتتضرب، وهي ازاي بتتضرب، يعني بيتضرب على وشه على بطنه، بيتضرب بإيه، هل بعصاية ولا بإيد شخص ما ولا حتى برجله، لأن كل ضربة من دول بيكون ليها صوت مختلف، وهم من كتر ما سمعوا الأصوات دي لعدد مرات لا يعد ولا يحصى فبقوا حافظين خلاص وعارفين كل صوت بيدل على أي نوع من أنواع التعذيب. وكمية الكوارث اللي كانت بتحصل جوه مش طبيعية، زي مثلا غرفة الملح، ودي لوحدها كارثة بكل المقاييس. غرفة الملح دي باختصار كانت غرفة مليانة ملح، وتقريبا طبقة الملح بترتفع عن الأرض في حدود من 20 ل 30 سنتي، والأوضة دي بيترمي فيها جثث كل الناس اللي ماتت بطريقة غير حكم الإعدام، يعني لو حد مات من التعب مثلا، عادي ان حد يموت من التعب هنا، وده ببساطة لان كان من الممنوع ان حد يدخله جوه علاج او اي حاجة ممكن تحسن من صحة المساجين. وبرضه كان بيتحط فيها جثث الناس اللي ماتوا من كتر التعذيب او من كتر الجوع او العطش وغيره، فعلا الناس هناك كانت برضه بتموت من الجوع والعطش، لان الاكل هناك كان في معظم الاوقات عبارة عن كمين. يعني في واحد من المساجين بيحكي عن اول ايامه في السجن، وبيقول انه اول ما راح السجن ده كان مسجون ومعاه 2 كمان، وفي يوم اتحط لهم خبز بس، وهو طبعا كان جعان جدا وكان فاكر ان الخبز ده ليهم هما ال3، فعرض عليهم انهم يقسموا الاكل بينهم، لكنهم رفضوا وقالوا له ياكل لوحده، ففعلا ابتدى ياكل. وبعد فترة اتفتحت بوابة الزنزانة وجي شخص وقال مين اللي اكل الخبز ده، فجي واحد من اللي معاه في الزنزانة وقال ده المسجون الجديد شكله مجنون وبياكل الخبز. فساعتها السجان أخد المسجون الجديد ده وعلقه على الحيطة، وملا كيس مية وكان وزنه تقريبا بين 2 و3 كيلو، وعلقه في الجهاز التناسلي الخاص بالمسجون. متخيلين الجنون اللي هم كانوا فيه؟ المهم نرجع تاني بقى لغرفة الملح، واللي كان بيتحط فيها الجثث قبل ما يتم نقلها ودفنها أو حتى حرقها، وفعلا تم حرق جثث كتير جدا عشان الحكومة تداري على البلاوي اللي كانت بتحصل في السجن. المهم بقى كان بيتحط فيها الجثث ويجوا يحطوا مساجين كمان أحياء فيها، بحيث يكون نوع من أنواع العذاب النفسي والجسدي، لأن مفيش أي شخص طبيعي مش هيفقد عقله في حالة إنه اتحط مع جثث في مكان واحد، وكمان مش طبيعي ولا منطقي إن جلد الإنسان يستحمل يكون عليه ملح لوقت طويل. ده احنا لما بنكون في البحر لازم نخرج نشيل الملح من على جسمنا بسرعة. وما كانش ده المكان المجنون الوحيد اللي في سجن صدنايا، لكن كان في أماكن تانية كتير زي مثلا غرفة المكبس، ودي كان فيها مكبس كهربائي قوي جدا كان بيتحط المسجون تحته، وفي لحظة كان بيتم تحطيمه وتهشيمه بسبب قوة المكبس الرهيبة. وكان في حاجات تانية مجنونة بتحصل جوه المكان ده، زي الطوابق اللي كانت تحت الأرض، وهي مختلفة شوية عن اللي كنا احنا فاكرينه، لأن الهدف الحقيقي منها هو إن بيتم فيها حبس المساجين المهمين اللي الحكومة مش عايزاهم يختلطوا بالمساجين العاديين، أو حتى المساجين اللي اتسجنوا لكن الحكومة بتنكر إن هم اتسجنوا أصلا، أو بتقول إنهم مختفين وما نعرفش عنهم حاجة، لأن المساجين دول لو اختلطوا بباقي المساجين فبكده الكل هيعرف إن المساجين دول مسجونين فعلا، وساعتها حتى لو بعد وقت طويل وخرجوا ممكن بطريقة ما يقولوا للناس اللي بره إنه فلان الفلاني اللي الحكومة بتقول عليه إنه مختفي هو في الحقيقة مش مختفي ولا حاجة، هو محبوس. وفي بعض الأحيان كان بيتم نقل المساجين من الطوابق العليا للطوابق اللي تحت الأرض، لأن الطوابق اللي تحت الأرض دي محدش يقدر يوصل لها بسهولة، وكان بيبقى السبب في نقل المساجين هو إن النظام خايف من أي حدث بيحصل بره، أو إن هيحصل تفتيش على السجن وهم خايفين إن الناس اللي بتفتش تشوف اللي بيحصل جوه السجن، فكان بيتم نقل المساجين للأماكن اللي تحت الأرض دي. وللعلم دي ما كانتش الطريقة الوحيدة لإخفاء المساجين، ده كان كمان في محارق كاملة للجثث كانت بتبقى في مكان جنب السجن كان بيتم إحراق فيها بعض جثث ضحايا سجن صدنايا،
بسبب إن عددهم كان بيبقى كبير جدا، وبحيث إن محدش يعرف العدد الحقيقي للي مات في السجن. كل اللي قلته ده بقى كوم، واللي جاي ده كوم تاني. كان فوق كل العذاب اللي بيحصل ده كان ممنوع إن المساجين تصلي جوه سجن صدنايا، وكان لما بيتعرف إن في مسجون ما صلى جوه الزنزانة بتاعته كان بيتعذب عذاب شديد جدا، لدرجة إن المساجين بقوا بيصلوا عن طريق عينيهم بحيث ما يكونوش باينين. وده لأن في بعض الأحيان كان بيبقى الشركاء في نفس الزنزانة بيبلغوا عن بعض إن في شخص فيهم صلى، وده لأنهم خايفين إن العذاب يقع عليهم كلهم. متخيلين إن حد بيمنع علاقة إنسان بربنا؟ وكل ده وأكتر من الكوارث المرعبة اللي كانت بتحصل جوه سجن صدنايا وفي سجون نظام الأسد بشكل عام. وده لو بيثبت لنا حاجة فبيثبت لنا إن الظلم مهما طال فدايما ليه نهاية، زي ما حصل مع ظلم نظام الأسد للشعب السوري. دايما الخير هينتصر لأن ده وعد ربنا لينا، وحتى لو ما انتصرش المظلوم في الدنيا فهو منتصر في الآخرة. وطبعا كلنا بنتمنى إن بشار الأسد الظالم ده يتقبض عليه في أقرب وقت ممكن وياخد عقابه المناسب، مع إن في الحقيقة مفيش أي عقاب في الدنيا هيكفي إنه يكفر عن كل اللي هو عمله ده. لكن عموما هي كلها مسألة وقت، وهيقابل حسابه العسير مع ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهاية مبروك لإخواتنا في سوريا على نجاح ثورتهم وإسقاطهم للطاغية بشار الأسد، ونتمنى الأمن والاستقرار لإخواتنا في سوريا وفلسطين وفي كل الدول العربية وفي كل مكان في العالم. وبس كده، لو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في التعليقات، وإن شاء الله هعملها الفيديوهات الجاية.